اليوم باش نفسرلكم نظام تصفيات كان 2027، خاصة بعد التيراج اللي صار. برشا عباد مش فاهمة كيفاش البلدان المنظمة باش تشارك وهي أصلا مترشحة. أول حاجة كان 2027 باش تلعب على 3 بلدان: كينيا، تنزانيا، وغندا، وثلاثة مترشحين بطبيعتهم للكان خاطرهم بلدان منظمة. أما رغم هذايا الكاف قررت البلدان هذوما لازم يشاركوا في التصفيات بشكل عادي، يعني يلعبوا ماتشوات، ياخذوا نقاط، كل شيء عادي. أما فما قانون صغير مختلف شوية، خاصة في المجموعات. عادة أول 2 منتخبات من كل مجموعة يترشحوا مباشرة للكان، أما في المجموعة اللي فيها منتخب منظم الوضعية تختلف شوية، خاطر المنتخب المنظم مترشح أصلا. صعيبة؟ هات نفسرها بالفلاقي. خلينا ناخذ مثال تونس. تونس جات في المجموعة هاش مع أوغندا، ليبيا، بوتسوانا. أوغندا هنا بلد منظم، يعني في كل الحالات حتى كي تكمل الأخيرة في المجموعة دايما مترشحة للكان. شنو يصير وقت؟ الصراع الحقيقي باش يكون بين تونس، ليبيا، بوتسوانا. في الحالة هذية منتخب واحد فقط من 3 هذوما باش ترشح مباشرة مع أوغندا، يعني تونس لازمها تحتل المركز الأول بين المنتخبات الغير منظمة، وهذا اللي يخلي المجموعة أصعب. نفس الحكاية موجودة في المجموعات أخرى، مثلا المجموعة دي اللي فيها جنوب أفريقيا، غينيا، وكينيا، وإريتريا. كينيا زاد بلد منظم ومترشح مباشرة، يعني جنوب أفريقيا وغينيا باش تنافسوا على بطاقة واحدة. زاد المجموعة إل اللي فيها نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا، وغينيا بيساو. تنزانيا مترشحة مسبقا باعتبارها بلد منظم، هذا يخلي صراع كبير بين نيجيريا، مدغشقر، وغينيا بيساو. يعني باختصار المجموعات اللي فيها البلدان المنظمة باش تكون أصعب من العادة، خاطر عدد المنتخبات اللي تنافس على بطاقة واحدة باش يكون أكبر، والضغط بالطبيعة باش يكون أقوى. السؤال اللي يطرح نفسه: شنو المجموعة بحسب رأيكم الأصعب؟ مجموعة تونس ولا نيجيريا ولا جنوب أفريقيا؟